النادي الاهلي واللي بيجهز الجهاز الطبي للفريق بقياده احمد جاب الله المغربي اشرف داري مدافع النادي الاهلي والمنضم حديثا لمواجهه نادي الزمالك في السوبر الافريقي والمقرر لها يوم 27 سبتمبر الجاري في السعوديه. وقال الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق ان الاشاعه اللي اجراها اشرف داري اثبتت ان هو تعرض لجزع في كاحل القدم، وبدا مدافع النادي الاهلي البرنامج العلاجي لتجهيزه للعوده للمشاركه الجماعيه والدفع به في مباراة السوبر الافريقي. كمان بيخوض فريق الكورة في النادي الاهلي عصر اليوم السبت تمرينه الاول والاخير في كينيا استعدادا لمواجهة جورماهيا والمقرر لها الساعة 3 من عصر غد ان شاء الله بتوقيت القاهرة في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا. بيخوض النادي الاهلي التمرين النهارده بعد ما وصل لكينيا مساء امبارح عشان يخوض اكيد اخر التمارين ليه في القاهره على ملعب التتش قبل ما يتحرك لمطار القاهره عشان يبدا رحله السفر لكينيا. وبتضم قائمه النادي الاهلي الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، يوسف ايمن، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، عمر كمال عبد الواحد، عمرو السليه، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، وامام عاشور، وكريم ندفد، وطاهر محمد طاهر، ورضا سليم، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، وسام ابو علي، ومحمود عبد المنعم كهربا. وكمان تم استبعاد 10 لعيبه وهم اشرف داري بسبب الاصابه، ومصطفى مخلوف لاسباب فنيه، بالاضافه كمان لكريم فؤاد وكريم الدبيس وعلي معلول وعمر الساعي واحمد عبدين ويوسف عبد الحفيظ وسمير محمد ومصطفى ابو الخير، وده بسبب عدم القيد الافريقي. كمان جددت إدارة النادي الأهلي الثقة في عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة عشان يستكمل المشوار كممثل للنادي الأهلي في انتخابات رابطة الأندية المحترفة اللي جاية استعدادا للموسم الجديد. كانت رابطة الأندية المحترفة المصرية اشترطت وضع تصور للدوري للموسم الجديد والانتهاء منه قبل ما تفتح باب الانتخابات لاختيار المجلس الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.